السلام عليكم، ازيكم يا شباب؟ ان شاء الله تكونوا بخير. يلا بينا نكمل كلامنا بعد ما خدنا كوبايه القهوه المتينه. دلوقتي في الاون سكرول يا صديقي العزيز، بعد ما اتعلمنا الكلام الجميل ده، انا عايز اوقف موضوع اللودنج ده، اللي انت تعمل لود للداتا اكتر من مره، او تنادي على الاون سكرول بشكل عشوائي. انا مش عايز اعمل ده انا عايز لما الكونديشن ده يبقى فاليد يناديلي على كل الكلام الرايق ده. فانا دلوقتي هعمل كده. شايف اللود مور ايتم اتنده كذا مره، ودي غلطات خلي بالك، والله ناس بتطلع بيها برودكشن على اب ستور، يبقى عامل اللوجيك بتاعه غلط هنا، يلاقي الريكوست بيروح 5 6 مرات وهو بياخد واحد، ويقول لك مش مشكله السيرفر يستحمل، مع ان السيرفر ما بيستحملش. ده السيرفر تعبان قوي وبيسخن قوي. فحاول ما تتقلش على السيرفر يا صديقي العزيز، وتبقى عارف انت بتعمل ايه بالظبط. طيب، لود مور ايتمز هعمل فيها ايه؟ انا هاجي بكل بساطه هنا، بص السوليوشن بسيط قوي. هعمل بوليان، طبعا مش فاينل، هعمل بوليان مثلا از لودنج بيكوال فولس، ايه رايك؟ وهاجي اقول لك والله انا هنا في الاون سكرول، اذا الاز لودنج ايكوال ترو، بعد اذنك اعمل لي ريتير بكل بساطه. طيب امتى يبقى الايز لودنج بترو؟ الايز لودنج يبقى بترو في اللود مور ايتم. يبقى انا هاجي هنا هقول له والله اعمل لي سيت ستيت. طبعا انت ده ممكن تهندله عادي خالص بالستيت مانجمنت، وهناخدوها ان شاء الله في الكورس. ولكن از لودنج مور بي ايكوال ترو، انا هنا عملت سيت ستيت. وتعالى بقى نسيميليت فعليا الكلام ده. نعمل مثلا ديلي ديوريشن 2 سكند، تمام، ونقول له والله بعد ال 2 سكند دول از لودنج مور بي ايكوال فولس. طبعا المعلومات دي انت خدتها 600 الف مره، فمش محتاج ان احنا ايه نشرحها. وتعالى نشيل الجزء ده. طيب بعد ما نقعد ثانيتين انا هعمل از لودنج مور بي ايكوال فولس. يبقى انا دلوقتي بقيت جاهز يا صديقي العزيز. طب ما تيجي نعمل رن للكلام الخطير ده ونبدا نشوف. تعال نعمل سكرول. بص ايه اللي حصل؟ لود مور ايتم، والموضوع انتهى على كده، ما بقاش فيه اي حاجه، ولازم انتظر ثانيتين عشان يبدا يعمل تاني. بص دلوقتي مفيش اهو. بص في خلال الثانيتين ما تقدرش. طب انا لو عملت مثلا خليت دول 10 ثواني عشان تقدر اللي انت تحسها ان هو فعلا بيسكيب اللود مور دي. اهو عملت سكرول وقف. لو عملت سكرول من هنا لبكره، لا مش من هنا لبكره، من هنا ل10 ثواني، هيبدا ما يعملكش اي اكشن، ومش هيلود على السيرفر ريكوستات بتطلع على الفاضي. انا هنا بسوليوشن بسيط قوي. عملت بوليان، لو هو بترو اعمل لي ريتيرن، ما تكملش في الاون سكرول. لو هو بترو بعد اذنك خش هنا اعمل لي سيت ستيت بترو، لو هو سوري فولس، وبعدين اعمل طبعا ديلي 2 سكند او 10 سكند. ده انت مش بتعمله، انت طبعا هنا بتنادي فعليا على الكول اي بي اي، وهناخدوها لا تقلق يا صديقي العزيز. انا عايزك تفهم الكونسبت الاول. طيب ما تيجي نسيميليت الموضوع بشكل احسن من كده، واقول لك انا هعمل فاينل ليست اوف ايتمز جنريت ليا 30، والاندكس بتاعي بالاندكس. انا هنا بعمل جنريت ليست دوت جنريت، اللي هو بيعمل لك 1 2 3 4 5 لحد الرقم اللي انت مديهوله هنا. وده طبعا انا ممكن اعمل سكيب اقول له اندكس بلس 1. طبعا الحاجات دي انت عارفها من كورس دارت والاو او بي، كيف بدأ الخلق من ساعة ما بدأنا. فعيب تبقى وصلت هنا وانت ايه يعني عندك كسور في الحاجات دي، يبقى عيب قوي يعني. طبعا مش عيب ولا حاجه، ممكن تكون بتنسى، عشان بس ايه ما حدش يقول لك عيب ايه، لا عادي ممكن تكون بتنسى. البرمجه بتتنسى والكونسبت بتتنسى. انا عايزك تبقى فاهم الكونسبت مش حافظه. يعني لو انت مش فاكر دي يا صديقي ولا تزعل نفسك. ليست دوت جنريت بتجنريت ليك مجموعه من الايتمز انت اللي بتحددها، ايا كان بقى ارقام، ايا كان ممكن ويدجتس، براحتك خالص مفيش اي مشكله، على حسب الجينيريك تايب اللي انت محدده جوه الليست دي. معلش التكرار برضو مفيد شويتين في بعض الاحيان للناس اللي بتنسى زي حالاتي. ده انا نساي جدا، واسالني اقول لك على معاناتكم في الموضوع ده. مش هطول عليك. لود مور ايتم نبدا نشتغل معاها، ولكن هحتاج معلش فاريبل كمان، والفاريبل ده هيبقى انتجر كاونت او لود كاونت عشان يبقى منطقي اكتر، بيكوال صفر. انا هبدا الايتمز بتاعتي او هبدا السكرين بتاعتي بصفر، وهاجي اقول لك بعد اذنك لما تعمل لي لود مور، بعد اذنك زود لي هذا الرقم، قول لي بلس بلس، يعني زود اللود مور دي
بلس بلس يعني بدل صفر هتبقى بواحد، بدل واحد هتبقى باتنين. وعلى فكرة انا مش محتاج برضه احطها في السيت ستيت الاولانية اللي هي فيها اللودنج، سيب اللودنج زي ما هو، ولكن انا ممكن احطها هنا بعد الفيوتشر دوت ديلي لما انا اعمل اللودنج فولس وده بلس بلس. وهنا هزود حاجة على الليست، هقول لك ايتمز دوت اد اول لسه دوت جنريت ب 10 وبعدين الاندكس بكذا، يبقى هزود على الاندكس ده بلس واحد او الايتمز دوت الاندكس بلس واحد اللي هو اخر رقم الايتمز دي فيه او حجم الايتمز دي فيه. يعني مثلا في الكيس بتاعتنا هتبقى 30، يبقى 30 بلس الاندكس اللي هو 31 32 33 والموضوع انكريمنت معاك. وهنا انا عملت جنريت ل 10 ايتم وبرده الموضوع مفتوح معاك. انا هسيبها 10 وهنا هسيبها يعني الانيشاليزيشن طبعا المفروض يبقوا الاثنين واحد، مثلا هخليها 20 هلود 20. وهنا لما اقول لك لود مور يبقى هقول لك زود 20 على الليست دي. طب ليه ما قلتلكش ان الايتمز، معلش مراجعات سريعه كده للناس، هقول لك ليه ما قلتلكش ان الايتمز بتيكوال الايتمز اوف كذا او الايتمز دوت جنريت على طول. ليه قلت لك ايتمز دوت اد اول؟ لان انا عايز الايتمز القديمه. اوعى تعمل نيو اساين للايتم وتعمل ريفرش للايتمز كل مره، لا ده انا بقى انكريمنت الايتم على الايتمز دي، فلازم اقول لك اد اول. طيب هنزل تحت شويه واجي هنا، وبدل ما اقول لك 30 والله انا هقول لك ايتمز دوت لينس بهذا الشكل. يبقى انا دلوقتي هعد على حسب الايتمز دي قد ايه. وزي ما احنا يا صديقي العزيز ما تعملش اي حاجه وتعالى نعمل رن. ركز معايا بقى ايه اللي هيحصل دلوقتي. احنا حاطين انيشاليزيشن ليست بتيكوال 30. طيب تعالى نعمل سكرول، نزل لحد 20 سوري بتيكوال 20. قعد وقت من الزمن اللي هو 2 سكند اللي احنا حاطينهم وبدأ يعمل لود مور ايتمز وبدأ يسكرول. ايه رأيك في الجمال؟ وبدأ يسكرول، ايه رأيك في الجمال؟ كل مرة بيزود 20 على الايتم، 20 40 60 80 100 وهكذا. طب يا هندسة تعالى نبروف كونسبت تاني بعد اذن حضرتك. هو انا دلوقتي لازم اوصل للايتم رقم 20 عشان اعمل لود مور؟ لا. لو انا عملت كده تعال نشوف مع بعض. عملت كده، انا مش عايز انزل الايتم رقم 20، عملت كده عمل ايه؟ هل انت شايف الايتم رقم 20؟ انت واصل لحد 17 18 راح قايل لك لود مور من هنا عشان يدي يو اكس لليوزر ان هو مفيش لودنج. بص الدنيا سريعه جدا، طبعا هتبقى اسرع لو انا شلت الديوريشن بتيكوال 2 سكند. تعال نسيميليت اللي انا بضرب على اند بوينت او بعمل ريكويست الاند بوينت اللي هي المفروض تاخد منك ملي سكند. انا هعتبر ان هي بتاخد منك 1 سكند وده رقم كبير جدا. طيب وتعالى هنا خلي لي التريجر ديستانس ب 400. طبعا 400 كتير، انا بس عايزك تتخيل معايا ايه اللي بيحصل، لان انا ده التريجر ديستانس بتاعي اللي هو من البطن. بص بقى، بص هنا اول ما وصلنا احنا ما عملناش سكرول، ده انا اول ما عملت كده راح عامل لود مور ايتم. بص بقى السرعه، لو انا نزلت عرض لي لحد 40 نزلت 60 نزلت 80 وهكذا، هتلاقي الموضوع سريع جدا جدا معاك وانت بتعمل سكرول. طيب هل يفضل ان انا اعمل التريجر ديستانس ده كتير؟ لا، لا يفضل تعمل ده. هو الماكسيمم بتاعك 200 300. وهقول لك ايه السبب اللي انت ما تقعدش تعمل ريكوستات، لان وارد جدا اليوزر ينزل لحد هنا ويقول لك خلاص مش عايز اكمل ويقفل الابلكيشن، فانت ما تبقاش استهلكت وان ريكوست راح للسيرفر وانت مش محتاجه. تقول لي هندسه ده وان ريكوست وراح للسيرفر. يا صديقي العزيز، وان ريكوست في 1 مليون اوف يوزر ف 1 مليون ريكوست. انت فاهم الفكره ماشيه ازاي؟ فما تحسبهاش في الديباجنج بتاعك. يعني ما تقوليش ايه انا بطلع 1 ريكوست زياده لليوزر ممكن يحتاجه، لا، ما هو 1 ريكوست اضربه في عدد اليوزرز اللي انت هيستخدموا الابلكيشن ده. ما تفكرش بعقليه الديفلوبر بس، لا، فكر بعقليه ان انت راجل بترفع ابلكيشن على اب ستور وجوجل بلاي. ما ينفعش تيجي تقول لي يا هندسه مش مشكله 1 ريكوست يطلع زياده، لا دي مصيبه. خليني اقول لك دي مصيبه. السكيل بتاع البروجكت كبر بقى عندك 1 مليون في يوزر، ده هيبقى هاسل رهيب. تخيل بقى لو اند بوينت دي فيلت، خد بقى كراش ليتكس من هنا للصبح، واحد هيقول لي ما هو 1 مليون يوزر
الاكتيف يوزر اللي عندك هيبقى 10000، مش مشكله 10000 ريكوست. تتكلمش معايا بقى، خلاص بقى دام وصلنا للمرحله دي هنقعد بقى نتناقش في الموضوع ده. تتكلمش معايا عشان ايه؟ ما نكبرش الموضوع اكبر من كده. هنا انا عايز اديك حته جماليه وانت بتسكرول، وحته فيها بيزنس لوجيك كده كده هتستخدمه كتير. اللي انا في حاله ان هو از لودنج، انا عايز ازود 1 ايتم. از لودنج مور هزود واحد، لو مش لودنج مور لو بفولس هزود صفر. تزود صفر معناه ان انت ما زودتش حاجه، ولكن انا عايز في حاله اللي انت لودنج زود لي 1 ايتم. هتعرضها ايه ال1 ايتم دي؟ هاجي هنا اقول لك if ان الاندكس ايكوال ايتمز دوت اللينس، يعني ده كده اخر ايتم، خد بالك اللي هو الاندكس ايكوال ايتمز دوت لينس، يبقى انا كده وصلت لفين؟ لاخر ايتم. بعد اذنك اعرض لي سيركلر بروجريس انديكيتور، شكل حلو لليوزر يظهر له، يقول له اللي احنا بنعمل لودنج المور داتا، وهتبدا اللي هي تتعرض لك. طبعا انت ممكن تحطها سيركلر بروجريس انديكيتور، ممكن تحطها تشيمر اللي هي تعمل لك شكل كده جمالي في اخر الصفحه لودنج كايتم معينه. كل دي افكار رائعه تبدا تهندل بيها اليو اي الخاص بيك. طبعا ما تنساش تخليها في السنتر. وتعالى نعمل رن، وتعالى نشوف. بص بقى لما اعمل بص الجمال، بص الجمال. طبعا لو فضلنا ننزل ده الانفينيتي سكرول، لو فضلت تنزل من هنا للصبح مش هتخلص. طبعا ده كده كان بالنسبه للسكرول كنترولر، فهمناه بصوره 100%. طبعا هتقول لي ايه لازمه اللود كاونت؟ اللود كاونت دي لسه استخداماتها جايه لما يبقى في سيرفر سايد وانا بنادي على اي بي اي بديله فيها سكيب كذا او بديله فيها بيج كذا. فده لسه استخدامه قائم يا صديقي العزيز، لا تقلق، هناخدها بشكل من التفاصيل. طولت عليك هنا معلش في السكرول كنترولر، ولكن من اهم المعلومات اللي لازم تبقى عارفها، لان هو مش بيعتمد فقط على الليست فيو والكلام ده. لا، انت السكرول كنترولر ممكن تستخدمه في حاجات ابداعيه كتير. فهمك ليه يفتح لك افكار كتير جدا، مش فقط مع الباجينيشن. كفايه بقى، ما تشربش كوبايه قهوه تاني. اشوفك الفيديو الجاي ان شاء الله، والسلام عليكم.